قللتي أكلك ولسه بتتخني؟ عمرك حسيتي إنك بالرغم من تقليل الأكل الوزن بيزيد؟ بتتعبي؟ بتحسي بالجوع وخصوصا بعد الأكل؟ محتاجة 2-3 قهوة الصبح عشان أفوق لما أقوم من النوم؟ بالرغم من التحاليل اللي بنعملها كلها بتقول إن كل شيء تمام، تعرفي إن ممكن مشكلتك تبقى مش في الأكل، إنما المشكلة في مقاومة الإنسولين. إيه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ الإنسولين وظيفته إنه يدخل الجلوكوز جوه الخلية، السكر جوه الخلية عشان يتحرق ويتولد لطاقة، وده اللي بنسميه ببساطة التمثيل الغذائي. لأسباب كتيرة الخلية بترفض أو بتقاوم مفعول الإنسولين إن هو يدخل السكر جوه الخلية. ده هيؤدي لإيه بقى؟ حاجتين أساسيتين. أولا مستوى السكر هيرتفع في الدم، نمرة 2 مستوى الإنسولين أيضا هيرتفع، فيضطر البنكرياس يفرز إنسولين أكتر عشان يتغلب على المقاومة دي ويحاول يدخل السكر جوه الخلية، وده اللي بنسميه مقاومة الإنسولين. طب هيترتب على كده إيه بقى؟ طبعا السمنة، زيادة الوزن والكرش. نمرة 2 الإحساس بالإرهاق والتعب وقلة الطاقة، لأن خلايا الجسم لسه جعانة من جوه، ما بيخشلهاش الجلوكوز اللي هيتحرق اللي هيولد الطاقة. قلة التركيز، الأرق، التوتر، بهتان وجفاف البشرة، تكيس المبايض عند البنات وضعف عند الرجالة، دهون الكبد وزيادة الدهون الثلاثية في الدم، تنميل وشكشكة في الأطراف. كل دي أعراض مقاومة الإنسولين، ودي كلها علامات مبكرة قبل ما نخش في مرحلة السكر، فلازم نخلي بالنا كويس. عشان كده احنا في أفيتان كلينيك عملنا برنامج ميتابوليكس في الحقيقة اللي هو بيهتم بالعلاج الأساسي للمشكلة. ما بنعالجش أرقام، ما بنعالجش عرض المرض، احنا بنعالج السبب الأساسي للمشكلة اللي هي مشكلة في التمثيل الغذائي اللي بتؤدي إلى مقاومة الإنسولين. برنامج ميتابوليكس في الحقيقة هو برنامج متكامل. اللي بيمشي معانا في البرنامج ايه النتائج اللي بتترتب على كده؟ اولا بننزل الوزن بس اسلوب صحي. نمرة 2 بنتفادى تماما ان احنا نخش في مرحلة مرض السكر نفسه. الشعور بالشبع، تحسين وظيفة الجهاز الهضمي ومنع الامساك، الإحساس بالطاقة والحيوية والنشاط، التركيز، توتر أقل ونوم هادي. بنحسن الدورة الدموية عشان نحمي شرايين القلب وشرايين المخ، وكمان بنحسن جهاز المناعة. خليكي فاكرة كويس، لو بتعاني أو بيحصل لك أي من الأعراض اللي قلناها قبل كده لازم تحجزي في برنامج ميتابوليكس عشان نتفادى دخول إلى مرحلة مرض السكر. احنا في أفيتان كلينيك أول مركز للطب الوظيفي والطب التكاملي. معاكم الدكتور سمير ماهر، استشاري التغذية العلاجية، ونتمنى ليكم الصحة والعافية.